والله ما هيحصل حاجه، صدقيني كل حاجه هتبقى كويسه. طب لما كل حاجه هتبقى كويسه، احمد بيعمل ايه في القسم دلوقتي؟ بيعمل شويه اجراءات وهيطلع وكل حاجه هتبقى تمام، وبابا كمان. خير يا دكتور، طمني. لازم نعمل قسطره في اسرع وقت، عنده جلطه في المخ ولازم نتدخل في اسرع وقت. طب وحضرتك ما عملتش كده ليه على طول؟ انا بالفعل هعمل كده، بس لازم حد من حضراتكم يروح الحسابات الاول. تمام يا دكتور، بعد تمام اذنه. تمام. قمت الا بالله. منال، اهدي هيبقى كويس والله. جاله جلطه في المخ بسببي انا. لا ما تقوليش كده يا حبيبتي، لا ده نصيب وقدر. لا ده بسببي انا. لا والله لا اهدي. لا حول ولا قوه الا بالله. هيبقى كويس. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا عايز أقول لك حاجة يا مدام رحاب. يا ربنا رزقك بزوج أتمنى ألاقي واحد زيه أجوزه لبنتي. بتقول لي كده يا دكتور؟ لأنه جالي قبل منك وطلب مني ما أقولكيش نتيجة التحليل بشكل صريح علشان ما أضايقكيش، حفاظا على مشاعرك، وده مش بنشوفه كتير. ورغم كده إحنا عندنا أمل، دايما عندنا أمل، حتى ولو كان أمل صغير يعني، لكن بإذن الله وإرادته بيكبر. يا رب. طيب يا دكتور، حضرتك رايك نعمل ايه؟ الفرصة الوحيدة قدامنا دلوقتي إن إحنا نمشي على كورس منشطات لفترة، وبعد كده هنعمل عملية حقن مجهري. وده ينفع يكون حل؟ ما قدامناش حل غيره. انا اسفه، لازم ارد على التليفون. ايوه يا زينب، انا عند الدكتور، هكلمك كمان 5 دقايق. يا جماعه في حاجه غريبه بتحصل. حاولت استخدم الكارت مش شغال، رحت الاي تي ام اسحب فلوس ما سحبتش، عملت استعلام على الحساب لقيت الرصيد صفر. انت متاكده كان معاكي فلوس في الحساب ده؟ يا بنتي متاكده؟ هو انا مجنونه؟ والله ما قصدي، بس مين هيسحب الفلوس كلها؟ معرفش، انا عشان كده هتجنن. المهم دلوقتي بس اعرف لنا المستشفى محتاجه كام وانا هتصرف. يا جماعه هو كل ده بيحصل ليه اصلا؟ اهدي بس اهدي، عشان نعرف نفكر في موضوع اخوكي وابوكي وابنك كمان. مبدئيا كده موضوع المستشفى ده ما تشيليش همه، انا هتصرف. اهم حاجه دلوقتي تشوفي محامي لاخوكي، انتوا كده بتلعب بيكوا. موضوع الحساب صفر ده مفيش حد وراه غير جوزك. انا اذنكم. ايه يا جماعه اللي حصل فيه ايه؟ مش دلوقتي يا دعاء، بعدين. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ اروح اشوف ابني ولا اشوف ابويا هيبقى كويس ولا لا، ولا اروح اساعد اخويا، ولا اعمل ايه؟ ابنك اكيد مع المدعو ابوه، وباباكي باذن الله هيطلع من القسطره على خير. المهم بس نطمن على احمد. طب وهسيب بابا ازاي؟ ما تخافيش، احنا موجودين وبطه جايه في الطريق. اهم حاجه بس تطمنينا على احمد. طب انا دلوقتي محتاجه محامي، لازم يبقى معايا محامي شاطر. محروس جوز بنت خالتي محامي شاطر جدا، هروح له واحكي له واشوف يقدر يساعدنا ازاي.